في عام 822 من الهجرة توجه شيخ القراء ابن الجزري من البصرة رغبة في الحج، فلما نزل مدينة عنيزة كان في معيته تلميذه معين الدين بن عبد الله، ثم لما خرج منها وفي طريقه إلى المدينة النبوية أخذه قطاع الطريق ليلا على بعد مرحلتين من عنيزة وسلبوه، فرجع إلى عنيزة ومكث فيها لترقيع حاله، وجمع مالا بمساعدة الأخيار ليكمل طريقه إلى المدينة. وأثناء مقامه مضطرا في عنيزة نظم بها منظومة الدرة المضية في علم القراءات. غريبة أوطان بنجد نظمتها، وعظم اشتغال البال واف وكيف لا. صددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملا، وطوقني الأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئا وكدت لأقتلا. فأدركني اللطف الخفي وردني عنيزة حتى جاءني من تكفلا بحملي وإيصالي لطيبة آمنا. فيا رب بلغني مرادي وسهلا، ومن بجمع الشمل واغفر ذنوبنا، وصل على خير الأنام ومن تلا.